يستعد الجيش السوري الحر للتوجه إلى مدينة دير الزور للتخلص من قوات النظام هناك، وذلك بعد سيطرتهم على كتيبة المدفعية في الميادين، آخر معاقل قوات النظام هناك. عديل عبد الله يرصد لنا سيطرة الجيش الحر على كتيبة المدفعية في تقريره التالي. الله أكبر، السيطرة على كتيبة المدفعية. سقطت كتيبة المدفعية في بادية الميادين، وسقط معها آخر معقل من معاقل النظام في ريف دير الزور. المعركة الأخيرة لتحرير كتيبة المدفعية جاءت خاتمة لحصار خانق دام 22 يوما، فرضه الجيش الحر على مبنيي شركة الكهرباء ومركز الأعلاف اللذين اتخذتهما كتيبة المدفعية مركزا لها. ومع شروق شمس الخميس كانت كتائب الجيش الحر قد اقتحمت الكتيبة وسيطرت عليها بشكل كامل، موقعة أفدح الخسائر في صفوف قوات النظام. كما استولى مقاتلي الجيش الحر على العديد من الذخائر والآليات العسكرية. تحرير كتيبة المدفعية لاقى صدى واسعا لدى المواطنين، فخرجوا إلى الشوارع لاستقبال مقاتلي الجيش الحر معبرين عن فرحتهم بالخلاص من كابوس جثم على صدورهم لأكثر من عام. عديل عبد الله، قناة الآن.